سيدي كانت ماشية بالعربية والدكتورة النفسية بتاعتها اتصلت بيها عشان تطمن عليها، وسيدي بتكلمها عن حاجة متضايقة منها، بتكلمها عن واحدة كانت تعرفها في نفس سنها ونفس الشغل بتاعها، ولما ماتت لوحدها في البيت بتاعها عشان كانت عايشة لوحدها على طول وما كانتش متجوزة ولا معاها أي حد خالص، والحاجة الوحيدة اللي كانت عايشة معاها في البيت نبات هي كانت جايباه قبل كده وكمان شكله وحش، وسيدي خايفة إن يحصل لها نفس الحكاية لأن هي كمان مش متجوزة ومفيش حد عايش معاها. الدكتورة قالت لها بصي بطلي تفكري في اللي فات وخليكي بس مهتمة باليوم اللي انت بتعيشيه دلوقتي، وانا متأكدة ان الدنيا هتظبط معاكي وهتبقى تمام. وسيدي كان باين عليها ان هي مخنوقة من الكلام اللي الدكتورة بتقوله. قالت لها طب اعمل ايه دلوقتي عشان اطلع من الوحدة اللي انا حاسة بيها؟ اتجوز ممكن ولا ايه؟ فقالت لها قبل ما تتجوزي ممكن تجيبي حاجة تعيش معاكي في البيت وتبقي حباها، ممكن نبدأ ان انت تجيبي نبات يبقى شكله حلو وتخليه معاكي في البيت وتهتمي بيه، وكده انت هتبقى عملتي حاجة مختلفة هتشغلك شوية، ده بشكل مؤقت لغاية ما تلاقي حد مناسب عشان تتجوزيه. كل بيحب النباتات وبالنسبة له بيعاملهم كأنهم بنت حلوة أو واحدة بيحبها، وواقف في محل بتاع واحدة صاحبته بيبيع نباتات، وهو بيشتغل الشغل ده مش بس عشان الفلوس لا كمان عشان هو بيحب كده. وكان في ناس بتشتري منه حاجات وعاوز يحاسبهم بس مش لاقي العلبة اللي فيها الفلوس، بيقول لهم معلش بس استنوني ثواني كده هشوف الفلوس فين، وهم عمالين بيضحكوا عليه، بس ده عادي يعني هو متعود انه بيضيع الحاجة على طول، فبيحط أجهزة تتبع في الحاجات المهمة اللي ممكن تضيع منه. وكان حاطط جهاز في الخزنة بتاعة الفلوس، شاف مكانها على الموبايل ولقاها. في واحد صاحبه قاعد جنبه بيبيع حاجات، فبيقول له انت كان ممكن تحتاج جهاز تتبع عشان تحطه في التوتة بتاعتك لان انت كان ممكن تضيعها، بس حظك حلو ان هي ملزوقة في جسمك ومش لوحدها. قال له طب ما انت شعرك كان ملزوق في جسمك ومش لوحده، ضيعته ليه؟ اداها له في نص جبهته، فصاحبه ده بيقول له معلش انا اسف انا اللي جبت التهزيق لنفسي، وسكت بقى خالص. صاحبة المحل وفي واحدة واقفة جنبها بيتكلموا معاه انه يبطل يبقى مدلوق على البنات اللي بيتعرف عليهم، عشان هو كل ما بيعرف واحدة بيحسسها انه محتاج لها، فالبنات بتشوف نفسها عليه وكل اللي عارفهم قبل كده سابوه، وبيقولوا له بطل بقى ان انت تبقى نيدي وتحسس اللي قدامك ان انت محتاج له. وصاحبة المحل بتقول له ان هي زهقانة شوية فياخد باله من الحاجة، هي هتتمشى كده وتجيله تاني. سيدي جت عشان تشتري نبات زي ما الدكتورة قالت لها، فماسكة نبات كده شكله حلو وبتقول له انا هاخد ده. قال لها فعلا انت مختارة نبات شكله حلو قوي بس خدي بالك لان ده نبات سام، فلو في عندك في البيت اي حيوانات اليفة لازم تبعديهم عنه. وقال لها ان ده اسمه نبات البيغونيا وبيبقى محتاج اهتمام وهتحطي له ميه كل يومين. فقالت له لا انت ممكن تشوف لي حاجه بتحتاج اهتمام اقل شويه لان انا ما بكونش موجوده في البيت فتره طويله. جاب لها حاجه تانية وقال لها دي بقى بتحتاج ان انت تحط لها ميه كل اسبوعين بس. قالت له لا للاسف دي كمان مش هتنفع لان انا مش ببقى موجوده في البيت مده اطول من كده، فلو عنده حاجه تانية بتحتاج ميه مثلا كل شهرين فهتبقى كويس. قال لها خلاص انت ممكن تجيبي نبات بلاستيك هيبقى كويس معاكي. فقالت له لا انا عاوزه نبات طبيعي. قال لها النبات الطبيعي انت هتموتيه بالاهمال بتاعك. قالت له اهمال؟ طب مالكش دعوه خالص وانا عاجبني النبات ده وهشتريه. قال لها تمام وكان هيديهولها خلاص، بس بعد كده قال لها انا ضميري مش مستريح ان انا اديك النبات ده وانت هتموتيه. قالت له هو انت بتتعامل مع الزباين بتوعك بالاسلوب ده كده مفيش حد هيجيلك تاني ولا حد هيجيب منك حاجه خالص. صاحبه المحل جت ولقيتهم كانوا بيتكلموا بصوت عالي، فسالتهم ايه المشكله. سيدي قالت لها ان هي عاوزه تشتري النبات ده وهو مش عاوز يديهولها. قالت لها خلاص مفيش حاجه خد اللي يعجبك. دفعت لها الفلوس وخدت النبات اللي هي اشترته، وهي ماشيه بتقول لها انت لازم تطرديه من المحل عشان لو سبتيه هيطفش لك الناس كلها ومحدش هيجي يشتري منك حاجه تاني. خدت الحاجه بتاعتها ومشيت. وصاحبة المحل بتقول له الحقها وخد رقم تليفونها عشان انا ملاحظة ان انتوا كنتوا معجبين ببعض، واللي انتوا بتعملوه ده الخناقة اللي انتوا عملتوها عشان كل واحد كان عاوز يخبي الاعجاب بتاعه عن التاني، لكن الحقيقة ان الموضوع كان باين قوي يعني. لحقها قبل ما تمشي ووقف قدام العربية بس هي داست فرامل فجأة والنبات اللي كانت جايباه وقع والدنيا اتبهدلت. قالت له هو انت كنت جاي دلوقتي عشان تنقذ النبات بتاعك مني ولا جاي تعمل ايه؟ قال لا انسي الموضوع ده، انا كنت جاي عشان حاجة تانية خالص. انا كنت ملاحظ ان احنا معجبين ببعض بس المشكلة اللي حصلت ما خلتش يبقى في فرصة ان احنا نتكلم، فدلوقتي انا اعتقد ان في ما بيننا حاجة. قالت له في ما بيننا حاجه ازاي يعني؟ شكله عك الدنيا. فقال لها انا اسف انسي الموضوع خالص كاني ما قلتلكيش اي حاجه، وكان هيمشي خلاص بس هي ضربت له كلاكس وقالت له تعالى. قالت له يلا تعالى معايا عشان هنمشي ونشرب قهوه سوا. هو ما بقاش مصدق نفسه وقال لها انت متاكده؟ فقالت له اه متاكده، وقاعده بتضحك عليه وقالت له حط حزام الامان، بس من التوتر اللي هو فيه ما كانش عارف يشد الحزام. قال لها خلاص ما تقلقيش امشي انت وانا همسك في الكرسي كويس. قعدت بقى كانت بتضحك جامد على التصرفات بتاعته. بيتمشوا شويه وكان في قصادهم سلم
طويل كده هيطلعوه، فقال لها ما تيجي نتسابق ونشوف مين اللي هيطلع السلم ده قبل التاني. قالت له خلاص ماشي انا مستعد. طلع البخاخه بتاعته عشان هو عنده مشكله في التنفس، خد منها نفس وهي بتقول له انت بتطلع البخاخه يعني عشان تصعب عليا واسيبك تكسب؟ فهو قال لها فعلا انا قصدي ان انا اعمل كده. كان محتاس وماسك الحاجه بتاعته مش عارف يحطها فين، فقالت له هات اللي انت ماسكه ده، وخدت منه البخاخه حطيتها في الشنطه بتاعتها، وحكت له على صاحبتها اللي هي كانت معاها في الشغل وماتت، وبتقول له ان حالتها النفسيه ما كانتش حلوه من بعد ما ده حصل. اتفسحوا وقضوا اليوم كله مع بعض، والعلاقه ما بينهم اتطورت بسرعه. وصلها البيت وواقفين بيبصوا لبعض، وبعد كده قفلت الباب ودخلت، وكان واقف بيكلم نفسه وبيقول اجمد كده وما تخليش حاجه تاثر فيك، عشان هو تقريبا حبيبها وكان عاوز يقعد معاها وقت اطول من كده. وهي كانت لسه واقفه ورا الباب وبتكلم نفسها وبتقول انا مش مستعده دلوقتي لاي علاقه، ومش عاوزه احب حد خالص ولا اتعلق بيه. بس بعد كده فتحت الباب وخلته يدخل الشقه، ونسيوا بقى الكلام اللي كانوا بيقولوه من شويه، ودخلوا مع بعض في علاقه عادي. سايق العربيه بتاعته ومبسوط عشان اتعرف عليها. وصل البيت وقعد مع العيله بتاعته، اخته وابوه وامه. اخته كانت كلمته في التليفون وهو قال لها انه مقضي اليوم مع سيدي، ولقيت انه كان مصورها لما كان عندها في البيت، وسيدي طبعا كانت نايمه ومش واخده بالها من اللي عمله ده، وحطت الصوره دي خلفيه على الموبايل بتاعه عشان اللي يفتح الموبايل يشوفها. فهم دلوقتي فاهمين انه عمل علاقه معاها وفضح الدنيا خالص، وبيعمل كده عشان يزود ثقته في نفسه، لان البنات ما كانش فيه ولا واحده بتحب تكمل معاه. بيحاول يكلم سيدي وعمال بيبعت لها في رسائل وايموشنز كتير قوي، وكل شويه يبص في الموبايل ومش مركز في الشغل بتاعه. واخته بتقول له كفايه بقى ما تبقاش لحوح وتقعد تبعت لها، هي لو عاوزه تكلمك كانت هتكلمك. ودلوقتي افتكر انه نسي البخاخه بتاعته في الشنطه بتاعتها لما كانوا سوا، والبخاخه دي هو كان حاطط فيها جهاز تتبع، وقدر انه يحدد مكانها فين، بس لقاها ان هي سافرت وموجوده في لندن. امه بتقول له لندن بعيده قوي والمكالمات الدوليه غاليه، انت مش هتقدر تكلمها بس ممكن تروح لها. وصل لندن وطلع من المطار وخد تاكسي من هناك، واداله اللوكيشن اللي هي موجوده فيه عشان يوصله هناك. سواق التاكسي وصله وخد منه مبلغ جامد في التوصيله دي. كل بيقول له مش كتير قوي المبلغ ده؟ قال له ما انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه، لما تيجي هنا وتوصل المطار ما تاخدش من هناك بقى تاكس عشان هتدفع فلوس جامده. ده بعد ما خد منه الفلوس وسابه ومشي. اللوكيشن وصله النفق وهو واقف هناك طلع عليه ناس وخطفوه، ودلوقتي هم مفكرينه انه حد تاني اسمه تاكسي مان. عمالين بيسالوه على باسورد لحاجه معينه، وهو بيقول للراجل اللي بيكلمه انا مش فاهم انت عاوز ايه، انا اسمي كول ومش انا اللي انت عاوزه ده خالص. فالراجل بيقول له انت لو ما اتكلمتش انا هخلي النمله دي تخلص عليك، النمله دي سامه وهتخليك تعمل على نفسك ومش هتقدر تستحمل من كتر الوجع اللي انت هتحسه. وفجاه في حد جه وموتهم كلهم، واللي جه ده هو تاكسي مان، بس اتصدم عشان لقى سيدي هي اللي قدامه، وفكته وقالت له اسمع كلامي واعمل اللي هقول لك عليه. موتت باقي الناس اللي كانوا موجودين وطلعوا من المكان اللي هم فيه، بس كل بيبص لقى نفسه موجود دلوقتي في باكستان ومش موجود في لندن. سيدي بتقف قدام اتوبيس كان ماشي وبتخلي السواق ينزل، وبياخدوا الاتوبيس وبيهربوا بيه عشان لسه في ناس عاوزين يموتوه. سايقه الاتوبيس وماشيه بيه بالعكس عشان بتبص لقت ان في عربيتين جايين في وشهم وعاوزين يموتوه. وبعد كده دخلوا جوه نفق، وسيدي خبطت في العربيه اللي قدامها، ومن قوه الخبطه كل اترمى وكسر الازاز وطلع منه، ولقى حد واقف قصاده وعاوز يموته، فعلى طول بعد عنه وطلع فوق الاتوبيس. كان هيقع بس مسك في الحديده واتعلق فيها كويس، وقدر انه يلحق نفسه ودخل جوه تاني، ولقى في حد كان هيموت سيدي فلحقها واداله بالصباره في وشه وخلص منه وحدفه بره الاتوبيس، وقدروا ان هم يفلتوا منهم وبقوا في امان دلوقتي ماشيين مع بعض. وبتقول له ان هي بتشتغل تبع المخابرات الامريكيه. قالت له بس انت ايه اللي جابك هنا وخليت حياتك كده بقت في خطر؟ اللي عملته ده حاجه مش كويسه خالص. قال لها انه كان عاوز يجي ويشوفها وانبسط لما قدر يحدد مكانها، وجه عشان يعمل لها مفاجاه ويقضوا وقت حلو سوا. وكل بيقول لها انا ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل، وما كنتش اتوقع خالص انه يطلع منك اي حاجه من الكلام اللي انا شايفه ده. وقالت له ان القصه اللي كانت حكتها له بتاع صاحبتها اللي ماتت هي اللي كانت موتتها، لانها كانت شغاله مع العصابه اللي كانت عاوزه تموتهم من شويه، وده زعيم عصابه وبيتكلم مع الناس اللي شغالين معاه وبيقول لهم اللي هيجيب لي تاكسي مان يكون حي هديله مكافاه $1,000,000، عشان في ناس تانية طالبين منه انه يمسك تاكسي مان، ولحد دلوقتي مفكرينه انه كول، وبعد ما يمسكه هيسلمه لهم وهم قايلين له انه هيدوله مبلغ جامد قوي. وفي واحد من رجالته قال له انا هجيبه لك، قال له انت فاهم لو ما جبتوش انت اللي هتموت. وزعيم العصابة ده كان ماسك واحد شكله مضايقه في حاجة، فرمى عليه شوية حشرات من اللي عنده، والحشرات دي قاعدة بتاكل فيه وهو حي. وبيتكلموا على جهاز اسمه ازتك، فكل سألهم ايه الجهاز ده؟ قالوا له ان ده جهاز ممكن يدمر الدنيا كلها، وعشان كده العصابة كانت عاوزة تاخده، ولو قدروا ان هم ياخدوه محدش هيقف قدامهم خالص. وطلبت منه انه ياخد كول ويوديه البلد بتاعته تاني، عشان هي لسه هتقعد شوية هنا لغاية ما تكمل المهمة. قال لها خلاص ماشي، وخد كول عشان يسفروا من هنا. بس وهم ماشيين جه حد وموته، وفي حد تاني جه موت الراجل
الراجل ده وهو مسكهم مكانه. ولما ركبوا العربيه كان في حد مستخبي وموت الراجل اللي معاهم ومسكهم هو. عمالين بيتخانقوا عشان اللي هيسلم تاكسي مان هياخد فلوس عليه، بس اللي كان مسكهم في الاول كان لسه ما ماتش وجه تاني وخبط اللي كان ماشي معاهم بالعربيه وموته. وبعد كده قدروا ان هم يهربوا منهم، وهم دلوقتي موجودين في مكتب المخابرات الامريكيه. ضابط المخابرات كان ماسك التابلت بتاعه، وكل لاحظ ان في الصور اللي موجوده عليه ان كان في صوره لنبات قديم، والنبات ده له علاقه بالكود بتاع جهاز الاستك اللي هم عاوزين يوصلوا له. يعني ده هو اللي هيفك لهم الشفره كلها وهيخليهم يفهموا كل حاجه. ودلوقتي عملوا خطه واتفقوا ان كول هو اللي هيقابل زعيم العصابه على اساس ان هم لسه فاهمين ان هو تاكسي مان. اتقابلوا وزعيم العصابه طلب من كول انه يفك له الشفره بتاعه الجهاز، بس كول كان قاعد مش على بعضه ومش عارف يعمل حاجه، فشك فيه وحس انه عامل عليه فيلم وان الشفره مش معاه، وكان هيموته. بس سيدي بتيجي في الوقت المناسب وبتقول له ان هي تاكسي مان، وفهمته ان هي هتفك له الشفره وهتعمل له اللي هو عاوزه مقابل الفلوس هيحولهم في حسابها. وفكت له الشفره فعلا وحول لها الفلوس، والفلوس اللي اداها لها عملتها جايزه للي يجي ويموته. وكل ده عملته من الموبايل بتاعها وهي قاعده في مكانها، والمكان اتقلب وبقى كله ناس عاوزين يموتوه عشان ياخدوا الفلوس. وفي وسط اللي بيحصل ده سيدي خدت الجهاز واستخبت هي وكول، وسيدي لقت ان في حد بيكلمها وده كان بيشتغل معاها قبل كده وكانوا في مهمه وحصل له اصابه، ومن ساعتها ما بقاش يشتغل. وبيقول لها ان هو كان بيحبها بس خلاص بقى ما بقاش ينفع دلوقتي عشان فقد عضو مهم في جسمه لما كانوا في المهم. بعد كده سيدي وكول قدروا ان هم يموتوا زعيم العصابه ويحافظوا على الجهاز عشان يسلموه للمخابرات. ولما وصلوا البلد بتاعتهم كول خدها وخلاها تقعد مع اهله ويتعرفوا عليها، وخلاص كده هما الاتنين بقوا مرتبطين وبيحبوا بعض. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا باشواتي.